السلام عليكم يا شباب. كل يوم بيجي لي رسايل: يا عمرو سفرني البرازيل، ابعت لي دعوة، هات لي فيزا. خليني اقول لك الحقيقة بصراحة، انت ما عندكش كشف حساب بنكي، ولا عندك اثبات شغل، ولا اي ورق يثبت انك هترجع بلدك بعد الزيارة، وتيجي تقول لي سفرني. يبقى حضرتك عايز معجزة، والمعجزات مش في ايدي ولا في ايد اي حد. خلي بالك، الدعوة داعم لملفك، الدعوة بتدعم برضو ملفك فقط لا غير. اما الفيزا فهي قرار من السفارة، وقرار محتاج اوراق رسمية، من غير كده الكلام كله في الهوا. وكمان يا شباب، البرازيل ليست للعمل، لان الرواتب هنا ضعيفة، يا دوبك بتاكل وتشرب وخلاص. البلد هنا تجارة وبزنس واستقرار. اللي عاوز يجي لازم يكون معاه ورق رسمي، كشف حساب، اثبات عمل، مستندات تثبت انه جاد. وكمان كل اللي بيفكر يجي للولادة في البرازيل انا موجود اساعدك. تتبع الحمل خطوة بخطوة، وتنظيم يوم الولادة بحيث يكون كل شيء جاهز. المستشفى، الاجراءات، وجود بنت مع المدام تروح معاكم، وسيارة جاهزة لكل تحركاتكم. تخيل اللحظة دي يوم الولادة، كل شيء مرتب وكل حاجة تحت السيطرة. عشان كده بستأذن الجميع، اللي هيبعت لي رسالة لازم يحدد من الأول هو عاوز ايه بالظبط. دعوة زيارة اوكي، تقديم ملف للسفارة اوكي، استقبال من المطار اوكي، مساعدة في استخراج الأوراق بعد ما يجي هنا اوكي، أو متابعة حمل مع بنت تكون مع المدام اوكي. أنا موجود أساعدك في اللي أقدر عليه، بس مش هعملك معجزات ولا هعدي لك السفارة من غير أوراقك. السفر مش هزار، السفر مشروع حياة، ومحتاج خطوات واضحة ومسؤولة. أنا كعمرو ورسالتي لكل اللي بيفكر يسافر: السفر مش وهم ولا حلم على الورق. اللي عاوز يوصل لازم يكون جاهز ومعاه كل أوراقه المطلوبة. جاهز بأوراقك يبقى مستقبلك قدامك، والسفر مش صعب، والخطوات واضحة، والمستقبل ملك ايدك. وانا هنا بساعدك، سواء في التقديم على التأشيرة او دعوة او استقبال من المطار، فقط لا غير. اوراقك مع الدعوة بتدعم، وانا ماليش دعوة بقرار السفارة سواء قبول او رفض. اكتبوا في التعليقات، وما تنسوش تتابعونا على التيك توك واليوتيوب برازيلي بالعربي. تحياتي للجميع، سلام.